أما ما يتعلق بالقراءة على الميت بعد موته هذه بدعة ولا شك في ذلك، وقد ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام تيمية. أما جمهور العلماء ماذا قالوا في القراءة على الميت؟ أكثر أهل العلم قالوا مكروهة واكتفوا بذلك. أحمد بن حنبل من تلاميذه الذين سمعوه نقلوا عنه، وهم 11 نفسا، نقلوا عنه أنه كان أو 10 نفسا أنه قال بدعة محدثة، يعني القراءة على الميت بعد موته. أحمد رحمه الله قال بدعة محدثة، لكن قد ترجع إلى كتب الحنابلة وتقرأ فيها. يعني مثلا أبو يعلى القاضي في زمن الحنابلة، تلميذه أبو الخطاب الكلوذاني. ستقرأ أيضا لابن قدامة إمام في المذهب في زمنه في القرن السادس والسابع. سترجع إلى المجد وهو جد شيخ الإسلام تيمية، المجد بن تيمية، هذه كلها كتب الحنابلة، المحرر، وابن قدامة في المغني، وأبو الخطاب في الهداية. ارجع إلى كتب الزاد وشروح الزاد، المنتهى، منتهى الإرادات وشروحه، الإقناع وشروحه، كلهم يقولون القراءة على الميت جائز، وهذا مذهب أحمد، هكذا ينصون، والكتب بين أيدينا، وقد ذكرت جملة من هؤلاء من المؤلفين. والصواب أن هذا ليس مذهب أحمد ولا يقوله أحمد. لماذا؟ لأننا وقفنا على كما أشرنا 10 من التلاميذ رووا عن أحمد وصرحوا في ذلك أنها بدعة محدثة. فهل سنقبل كلام هؤلاء التلاميذ الذين نقلوا أو المتأخرين من الحنابلة؟ لأن هؤلاء متأخرون. أبو يعلى هو أعلاهم، مات في القرن الخامس سنة 58 و400، ثم بعده تتابعوا من جاء بعده إلى شروح الإقناع ومنتهى الإرادات وزاد المستقنع وإلى آخره. وطائفة من أهل العلم تقول القراءة تكون وقت الدفن على الميت، وقت الدفن. طيب ما هي الأدلة؟ من أين لكم أنه يقرأ على الميت يعني بعد موته؟ هاتوا لنا ما يدل على شيء من ذلك. قالوا جاء هذا الحديث فنستدل به، هذا الحديث ليس فيه حجة على القراءة بعد الموت. اقرأوا على موتاكم أي على من سيموت المحتضر، كقوله لقنوا موتاكم. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، مات أصحابه واستشهدوا، ومات من أهله، وماتت زوجاته، ومات بناته وأولاده، ولم يقرأ على أحد. الصحابة كلهم لم يرد عن أحد أنه قرأ على الميت إلا في الأثر الذي ذكرناه، أثر غضيف، وهو في سكرات الموت طلب من يقرأ عليه سورة ياسين فقرأوا عليه 40 آية منها ومات. أما غير ذلك لن تجد شيئا ولا دليلا. وهذا الحديث الذي استدلوا به حتى لو وافقناهم وقلنا هذا الحديث اقرأوا على موتاكم المقصود به بعد الموت، هو حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة ولا يجوز الاحتجاج به. إنما لو احتججنا به حملناه على قبل الموت كما أشرنا في حديث غضيف بن الحارث الثمالي رضي الله عنه. واستدلوا بأدلة ضعيفة الذين ذهبوا إلى أنه يجوز، هم ما قالوا سنة، قالوا جائز أن يقرأ على الميت. لا تجد أحدا قال سنة. القول الأول بدعة منكرة قول أحمد ونقله الأكثر، والقول الثاني مكروه وهو قول الجمهور، والقول الثالث الذي نقل عن أحمد وقال الحنابلة المتأخرون هو مذهب أحمد يجوز، والقول الرابع عند الدفن يجوز، وكل ذلك غير صحيح. والصواب أنها بدعة محدثة لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر. لماذا؟ لأن المقابر لا يقرأ فيها القرآن. لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. القرآن يقرأ في المساجد، يقرأ في البيوت، ما يقرأ في المقابر. وزد إلى ذلك أيضا أن هذا ذريعة، قراءة القرآن في المقابر ذريعة إلى اتخاذ القبور مساجد، فلا يجوز قراءة القرآن لا في المقبرة ولا على الميت، سواء كان الميت في المقبرة أو كان في بيته. لا تقرأ على الميت. إذا دخلت على الميت ادعو له، هذه هي السنة. وسيأتي معنا حديث أبي سلمة لما دخل ودعا له عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. وهم استدلوا بهذا الحديث الضعيف، واستدلوا أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عليه بسورة البقرة،
عند دفنه، وهذا ضعيف ومنكر ولا يصح. رواه الطبراني والبيهقي وإسناده ضعيف بالمرة. وهكذا نصوص موضوعة ومكذوبة استدلوا بها لا تصح، ولو كانت صحيحة لأخذنا بها، لكن هي شديدة الضعف لا يجوز الأخذ بها. وقد ذكرت لكم ابتداء كلام شيخ الإسلام عندما قال إن السلف عرفوا القراءة لم يعرفوا القراءة بعد الموت وهي بدعة، لكنهم عند المحتضر ثبت ذلك، ويستحب أن يكون بسورة ياسين.